السلام عليكم. هحكي لك بقى النهارده قصة فنان الظلم وهو عايش، وظلمه وهو ميت، وولاده يا عيني شقيوا بعد ما مات. الفنان بتاع النهارده هو فاروق محمد يوسف، المشهور بفاروق يوسف. فاروق يوسف اتولد في بورسعيد 28 مارس 1943. حبه في السينما خلاه ترك بورسعيد وجه على القاهرة عشان يدرس في المعهد العالي للفنون المسرحية. الشخص ده بدأ بداية قوية جدا، لكن النهاية كانت ضعيفة جدا. الراجل ده زي ما طبعا هتتابع على اليوتيوب ناس تانية هتقولك عنه قصص غريبة، لكن انا هقولك بإذن الله القصة الحقيقية من مصدر موثوق فيه، كان يعني يكاد يعرفه شخصيا. عندي واحد صاحبي اسمه مهدي من القاهرة. الراجل مهدي ده مثقف ثقافة عالية جدا وبيعرف لغات وعلى صلة يعني. جه في سنة 92 لما حصل الزلزال خد شقة في المقطم. الشقة دي في مساكن الزلزال مساكن متواضعة، الشقة 68 متر 70 متر، شقة صغيرة جدا. في نفس المساكن دي كان جاره فاروق يوسف. تعال نشوف القصة بدأت ازاي. فاروق يوسف بدأ قوي جدا في فيلم أبي فوق الشجرة مع عبد الحليم حافظ. بعد كده في بداية السبعينيات مثل بطولة تانية شخصيا على طول مع الزعيم عادل إمام. يعني عادل إمام هو البطل وهو دور تاني على طول. فيلم اسمه شياطين إلى الأبد، وفيلم حلو. الفيلم طبعا فيه صفاء أبو السعود وفي محمد رضا وفي يعني في نجوى فؤاد، في كوكبة من الممثلين، وهو كان الدور التاني. وكان أول طبعا مرة يظهر مظهره بالنجوى ويقول يا حلاوة، اللي هي الإيه الأفيه المشهور طول عمره لإيه لمظهر ابو النجا. فيلم شياطين الى الابد كان علامه، وكان فيلم يعني زي المغامرات كده، حلو، فيلم حلو. طبعا مثل في افلام مشهوره جدا زي فيلم الكرنك وانكل زيزو حبيبي، هو اشهر طبعا فيلم الناس فاكراه بيه لما طلع شخصيه زرزور ويقول شكلك شكلك ليطه، وطالع بدور بدوي كده وبيحول طبعا. يعني بص عايش الدور، كان ممثل فعلا من طراز كويس. هذا الممثل البسيط الغلبان اللي مثل مع عادل امام كتير، عادل امام طبعا كان بيحبه حتى جابه معاه في فيلم الحريف. طلع برضه في فيلم تلفزيوني اسمه انا لا اكذب ولكنني اتجمل مع عادل امام. يعني مثل مع الصفوه، مثل مع الكبار. طبعا الراجل ده كان متزوج امراه ست بيت، يعني ست محترمه كده لابسه الحجاب وطيبه جدا وملهاش طبعا في مجال التمثيل. فكان هو الممثل ده مش بتاع سهر بقى ولا خمره ولا السهرات اللي انت عارفها. فكان محترم، وكان بيته هو كل حياته. طبعا تجد الناس اللي هي منطوية على نفسها او اللي هي بعيدة عن جو الفساد ده هتلاقيه مكروه في وسط اصحابه. فعشان كده هتبص تلاقيه في الاخر انتهى بيمثل في المسلسلات، في مسرح الدولة. صاحبنا مهدي ده شافه طبعا كذا مرة، يعني اقول لك امارة ما حدش هيقول لك في اليوتيوب كله. طبعا فاروق يوسف عنده بنتين، واحدة اسمها منال، واحدة اسمها مي. طبعا كمان كان عنده عربيه، بص حتى يعني مهدي قايل لي قال لك لدرجه انه عنده عربيه اسمها سكودا فليشيا اللي هي القديمه ديت، وكان لونها ازرق. يعني شوف بص المصدر هنا مصدر بيحكي كل حاجه. بناته طبعا يمكن ظهروا الايام ديت. ظهرت في 2015 منال اللي هي بنته المقربة إليه، بنت طبعا يعني زي الفل. البنت ديت هي اللي ظاهرة طبعا بعد وفاة والدتها طبعا. تزوجت من شخص اسمه أدهم مجدي، وظهرت في التلفزيون كذا مرة، وطبعا برنامج أنا والعائلة. آه، هي كانت بتحكي عن ابوها انه شخصيه طيبه جدا. انا بقى هقول لك حاجه ما قالهاش حد ابدا، وهي حتى البنت ما ذكرتهاش حتى في اللقاءات ديت. ايه هي اصلا ايه اللي طلع فاروق يوسف مساكن الزلزال، مساكن الفقراء في المقطم؟ اللي حصل انه حصل حريق كبير في شقته اللي كانت في الهرم، فطبعا كل ممتلكاته ضاعت. جري على النقابه بتاعته الحقوني، ما عملتلوش حاجه.
فطبعا جري على محافظ القاهرة، راح مخصص له وحدة من مساكن الزلزال في المقطم. تخيل فنان بيقعد مع كبار الفنانين، بيقعد مع كبار المخرجين، ويقعد في مساكن زلزال مساحتها يمكن 65 أو 70 متر. طبعا النفسية بقت صعبة. وبرغم كده يعني هنا مهدي يقول لي كان متأقلم، وكان شخصية ودودة والناس كلها تحبه حتى جيرانه. يعني كان يجمع ولاد الجيران وياخدهم معاه مثلا في خروجات بناته مثلا. فكان من هنا محبوب في المنطقة اللي هو عايش فيها جدا، وولاده مش متكبرين ومحبوبين، والست زوجته ست فاضل. كمان هنا البنات دخلوا مدرسة حكومية بقى، مدرسة الشيماء الإعدادية، بنات في المقطم في مساكن الزلزال معروفة طبعا، لان انت لو اشرت البحث كده هتطلع لك الاماكن دي كلها. هنا البنات برضو متواضعين، وكانت البنات طبعا متميزات عن الناس العادية. وكان المدرسين بيروحوا يدوم دروس في البيوت، وهو كان في الحقيقة كان مثقف جدا، كان يقعد يتناقش مع المدرسين. ده اللي قاله لي ايه مهدي. الحاجة التانية، بعد فترة بسيطة طبعا حصل له حادثة. الحادثة ديت طبعا يعني هي اللي قضت عليه. كانت طبعا حادثة عربية. الحادثة ديت نقلوه على المستشفى، ويطلع السر الإلهي في يوم 21/12/2004 بس سكتة قلبية. يعني الحادثة ما دمرتهوش نهائيا، زي ما تقول جاله والعياذ بالله نزيف داخلي، وبعد كده سكتة قلبية. توفي إلى رحمة الله في 21 ديسمبر 2004 في مستشفى 6 أكتوبر في الدقي بالجيزة. طبعا هنا يمكن الحاجات ديت ما قالوهاش في اليوتيوب. بناته طبعا موجودين، بنته طبعا الكبيرة اللي هي منال موجودة، وليها لقاءات متصورة على اليوتيوب، حتى فرحها نفسه موجود في 2015. يعني الشخصية ديت شخصية طيبة، اتظلمت طبعا في وهي عايشة، ما خدتش حظها في التمثيل. طبعا حصروه في ادوار قليله، يعني يطلع مثلا في مسلسل ديني، مسلسل قضاء في الاسلام مثلا، يطلع لك في فوازير كان طالع اسمه حبهان القلعبان. فابتدوا يحصروه في ادوار صغيره، بس هو كان ممثل رائع، وكان مثقف ثقافه عاليه. يعني هنا مهدي يقول لي لما كانت الناس تحكي بيتكلم باللغه العربيه، لغه عربيه فصحى، بيتناقش في كل حاجه، يناقش المعلم اللي بيخش يدي بناته بيناقشه في كل حاجه. فاذا كان شخصيه محبوبه. بنته بقى منال كانت هي ظله، يعني ماشيه وراه زي ظله، كانت بتحضر مع اللوكيشن، بتحضر مع التصوير، تعرف كل حاجه عنه. طبعا الراجل ده اتظلم وهو عايش، زي ما قلت لك الدولة تخلت عنه، اللي هي النقابة بتاعت الممثلين، زملائه تخلوا عنه. برضه لما مات محدش طبعا جاب سيرته. حتى هنا ولاده محدش وقف معاهم غير يمكن الممثلين البسطاء. فطبعا ازاي واحد جاي انت بعد ما مات ب 16 سنة اهو جاي بتذكره. فاحنا بنذكره تكريما ليه، ورد اعتبار ليه قدام الدنيا كلها، وقدام ولاده، يعني قدام منال واختها. ازاي هنا ابوهم كان فعلا ممثل عظيم. وشكرا.